الانجليزي ده غريب يا نوسه، غريب يا بت. يقول لك keep your head above water، يعني stay away from trouble. تخيلي، يعني ابعد عن المشاكل. تخيلي يا نص تصحي الصبح كده يقول لك ابعدي راسك فوق الميه، وهي اصلا الموضوع كله ابعد عن المشاكل. تخيلي يا نوسه، تخيلي يا نوسه خش المحكمه النهارده اسعى الواد حوكه يا بت، وبقى قضى سجن وخرج. بقول له از هي انكسري، از انكسري، هل هو في السجن؟ تخيلي يرد يقولوا ايه يا نص؟ هيز عارف كسري. ما قالش از هي، شيل الاس، از هي انكسري، هل هو في السجن؟ قال لي لا، هيز، ما قالش هي از، كلها بسرعه، هيز عارف كسري، يعني خارج السجن، يعني قضى السجن وخرج بره ولسه الجلسات شغاله. تخيلي يا نوسه الجديد، بقول لك الانجليزي ده غريب يا نوسه، غريب يا بابا. بقدم على شغل النهارده يا سيدي في امريكا. تخيل يقول لي ايه؟ your dish is not cut, you'll be chopped. ايه ده؟ ما قالش يور، قال يور. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني شغلك لو مش كويس هتترفد. اتضايقت يا استاذ. قلت لك نوسه بتسالني السؤال الجميل، what is your favorite native dish؟ قلت لها ايه؟ كررتها تاني، what is your favorite native dish؟ يعني طبقك المفضل ايه؟ رديت قلت كسكسي. قلت كسكسي، ما اقول ايه طيب؟ ما قلتش فيفوريت، شيل الاو، فيفوريت، يعني طبعا المفضل ايه؟ قلت لها بقى ما بيهمني يا عبد الحميد يا اخويا، قلت لها الكسكسي، انا بموت فيه يا اخي. دخل لك يا بنتي يا نوسه المستشفى، لقيت لك الممرضه بتقول لي جاست جراب يور سيت. ايه ده؟ جاست جراب يور سيت؟ ايه ده؟ يعني خد لك كرسي واقعد. ده اتنرفزت يا بنت، مش واخد انا انجليزي خالص يا نوسه، انا واخد انجليزي بتاع السوسن يا بنت، لما كانت بتخش اصلا بكيس الذره وتضرب سندوتشين فول وطعميه مع مستر محمود. ايه الانجليزي اللي بنسمعه ده في امريكا يا اولاد؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه قوي يا نوسه. اوعي يا نوسه تمشي يا بنت، ولا انجليزي كسكسي يا بنت، خليكي الانجليزي بتاع هنا يا بنت، عشان هيتقبض عليكي يا نوسه. لو اتقبض عليكي يا بنت مش عايز اجيب لك، مش فاضي يا بنت اجيب لك يا بنت شويه كسكسي وزلابيا. معكم بروفيسور دكتور كربريز، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. وانا اتذكر دايما knowledge is power، المعرفه قوه. ثانك يو، باي باي.